عايز تعرف سيدنا يونس أول ما خرج من بطن الحوت ليه ربنا سخر له الفاكهة دي بالذات عشان خاطر ياكل منها؟ الفاكهة الجميلة دي دايما بنشوفها عند بتوع البطيخ، في ناس بتقول عليها قرع العسل بس هي اسمها الأصلي اليقطين وهي ذكرت في القرآن. سيدنا يونس لما خرج من بطن الحوت السبب ان ربنا سخر له الفاكهة دي والشجرة بتاعتها دونا عن اي حاجة تانية. اول سبب ان ورق الشجر بتاعها سميك واملس، بمعنى ان كان ورق الشجر بتاعها كان بيحمي سيدنا يونس من حرارة الشمس. حاجة ان الورق الاملس ده بيحمي سيدنا يونس من الحشرات، لان سيدنا يونس كان خارج من بطن الحوت ضعيف وكان عايز حاجة ياكلها بسرعة. الفاكهة دي اول ما بتظهر على الشجرة ما بتستويش، بتتاكل على طول في نفس الوقت، بتتاكل نية وبتتاكل مطبوخ. في القرآن الكريم قوله تعالى باتنا عليه شجرة من يقطين. نرجع للفوائد الرهيبة بتاعتها، هقول لك على كام نقطة كده هتخليك تنزل تشتريها حالا. ليها فوائد في الطب القديم، ولما اتعمل عليها ابحاث في الطب الحديث لقوا فوائد اكتر بكتير. بالطب القديم بيقولوا انها كانت بتخلص من البلغم، الصداع، وكانت ملين للبطن. بيقولوا ان المية بتاعتها لو اتمزجت بالعسل بتمحي الام الحنجره وبتعمل الام العين، وبتستخدم في الاورام بتتحط عليها كلبخه وهكذا. اما بعد ما اتعمل عليها ابحاث في الطب الحديث في وقتنا هذا بتستخدم، بتساعد على الهضم وانها ملين طبيعي ومضاده للسعال ومضره للبول، بتعالج البواسير وبتعالج الاكتئاب يا صديقي وبتعالج الارق. لسه ليها فوائد كتير محتاجه فيديو لوحده. خليني اقول لك ان هي فاكهه طعمها جميل وسعرها رخيص جدا، يعني مقارنه بالبطيخ هي ارخص منه بكتير. لو انت لسه مكمل معايا الفيديو لغايه دلوقتي صلي على حبيبنا النبي عليه الصلاه والسلام.